السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن خطوات التأسيس الصحيحة للطفل اللي بتخليه يوصل لمرحلة القراية، لكن مش مجرد ان هو هيستهجى معاكي، لا ان شاء الله بإذن الله هيقرأ وبنطق صحيح، لان لازم النطق بتاعي يبقى صحيح عشان ابقى ماشية في طريق صح. انا دلوقتي عندي طفل ولسه بادئه معاه ان انا اعلمه انجليزي. ابدا بايه؟ اول حاجه هحفظه اسماء الحروف، ولكن لازم بشكل صحيح وباسماء صحيحه. هتفرق معايا في القرايه قدام، هتفرق جدا في القرايه قدام. ولازم الحروف بعد انا دلوقتي بحفظه، لازم الحروف ما اعتمدش ان انا احفظه بالترتيب بشكل صم كده. يعني ايه بشكل صم؟ يعني لازم يعرف الحروف بشكل عشوائي. يعني لما اجي اقول له الحرف ده ايه مثلا، يقول لي بي، الحرف ده سي، فيقول لي بسرعة وما ياخدش وقت في التفكير. لان احيانا بلاقي اطفال لما اجي اسالهم اقول لهم الحرف ده ايه، يفضلوا يفكروا لغاية ما يقولوا الحروف بالترتيب A B C D لغاية ما يوصلوا للحرف اللي انا عايزاه عشان يقولوهولي. الطفل ده بتلاقي ان لما تدخلي في مرحلة القراية بيفاجئك، تيجي تقولوا له الحرف ده مين، الحرف اللي قدامك ده مين، يقولك طب ثانية كده، ويفضل يفكر لغاية ما يجيب الحرف اللي انت سألتيه عنه. ده في القراية مش هيقرا معاكي. فلازم طول ما انت بتحفظي الحروف باسمائها الصحيحه، تيجي كده انت حفظتيه مثلا لغايه الاف مثلا، تلخبطيهم له وتقولي له، تعملي تشك كده عليه، تقولي له الحرف ده مين والحرف ده مين والحرف ده مين. في مرحله اسماء الحروف انا مش بفضل ان الطفل قصدي يحفظ الحرف بكلمه. يعني ايه يحفظ الحرف بكلمه؟ يعني مثلا انا دلوقتي قلت له ده حرف الاي، A apple، كده هعمل له لبس ما بين صوت الاي ان هو وما بين ان هو اسمه A. ده حرف السي، صوته مثلا في الكلمة دي مثلا سي كات قطة، سي كات، لا غلط. الكلام ده بيعمل شوية لخبطة، وبيعمل عنده لبس ما بين أسماء الحروف وأصوات الحروف. دي الخطوة الأولى في حفظ في الأسماء الحروف، إن أنا أعرفه أسماء الحروف بشكل صحيح، وزي ما اتفقنا ألخبطهم له وأقول له ده مين وده مين وده مين عشان يتعرف عليه. الخطوة التانية هديله أصوات الحروف. هنا بقى المرحلة دي اللي ينفع إن أنا أدي فيها كلمة، أقول مثلا سي كات قطة، تمام؟ لان هنا انا عندي صوت الايه، انا عندي صوت الحرف، فمش هيحصل لبس، هو عارف اسمائهم، فهبدا اديله ايه، اصواتهم. منزلين فيديو عن الموضوع ده، هنلاقي فيديو باسماء الحروف وفيديو باصوات الحروف. تالت حاجه اعرفه الحروف الساكنه والمتحركه، ونزلنا فيديو برضو بالموضوع ده. طب لما انا ابدا في سلسله التاسيس هشتغل على كام محور؟ هشتغل على محورين، محور الشورت فاولز ومحور اللونج فاولز. يعني الحروف المتحركة القصيرة والحروف المتحركة اللي صوتها طويل. هي الحروف المتحركة هتديني صوتين، يعني فصوتها يا إما قصير يا إما طويل. هنتكلم بالتفصيل. أنا دلوقتي بتكلم نظرة عامة عشان أعرفك الفيديو ده نظرة عامة. الفيديو ده عبارة عن نظرة عامة بعرفك الطريق اللي انت هتمشي عليه، تمام؟ لكن كل حاجه في الفيديو ده هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. الفاولز زي ما اتفقنا عندنا 5 فاولز، 5 حروف متحركه، ودول اللي عاملين مشكله وعاملين دوشه، لان ايه، صوتهم عمال بيتغير وبيديني اصوات مختلفه، فهم اللي عاملين دوشه. مين هم؟ الاو والاي 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 واليو. الصوت بتاعهم يا اما شورت يا اما لونج، يبقى بيدوني يا اما صوت قصير يا اما صوت طويل، يا اما شورت يا اما لونج. الشورت بيبقى صوته عامل ازاي؟ حرف الاي لما صوته يبقى قصير بيبقى حرف الاو لما صوته بيبقى قصير بيبقى حرف الاي لما صوته بيبقى قصير بيبقى وصوته ما بيبقاش مكسور قوي، ما بين الفتحة والكسرة، ما بين الفتحة والكسرة. أقول عشان هو الحرف ده صوته بيعمل مشاكل في نطقنا احنا العرب، لأن احنا العرب عندنا يا فتحة يا كسرة، ما عندناش حاجة وسط ما بينهم، فهو ده اللي بيعمل لنا مشكلة في النطق. حرف الاي صوته القصير حرف اليو صوته القصير كأني عيان يعني. دي الأصوات الشورت للفاولز. طب لو الفاولز ادونا صوت لونج بيكون عامل ازاي؟ الحرف
الحرف من الحروف المتحركة لما اجي انطقه بصوت طويل بنطقه باسمه، يعني هنطقه في الكلمة باسمه، هنطقه في الكلمة باسمه. حرف الاي هيتنطق في الكلمة اي لما يبقى طويل، حرف الاو هيتنطق او زي ما هو طويل، حرف الاي هيتنطق بنفس الطريقة زي ما هو، الاي اي، اليو يو. تعالوا نتكلم عن الموضوع ده وناخد عليه أمثلة، دي نظرة عامة زي ما اتفقنا، كل موضوع هنتناوله في الفيديوهات الجاية بالتفصيل. يعني الأصوات القصيرة هنتكلم عن كل صوت قصير، سواء ال A ال E ال I ال U ال O ال I، كل دول هنتكلم عنهم بالتفصيل قدام. برضو اللونج هنتكلم عنهم بالتفصيل قدام. تعالوا ناخد أمثلة على الصوت القصير. صوت الاي القصير زي لما اقول اكس. صوت الاي وزي لما اقول برضو كات. صوت الاي القصير ما بين الفتحة والكسرة، مش فاقول ايه اج مش اج. vet. نيجي بقى لصوت الاو القصير افتح الضمة ما تكسرهاش، فوكس. كل دي كلمات تحتوي على أصوات قصيرة للحروف المتحركة. حرف اليو صوته القصير زي لما أقول أب صن. حرف الاي صوته القصير لما زي لما اقول ست. يبقى دي كلها اصوات قصيره. نقول تاني الاصوات القصيره للحروف المتحركه: حرف الاي صوته القصير حرف الاي صوته القصير حرف الاو صوته القصير حرف اليو صوته القصير حرف الاي صوته القصير نيجي بقى للحروف المتحركة لما يبقى صوتها لونج طويل. هناخد بعض الحالات اللي بيكون فيها الحروف المتحركة صوتهم طويل، مش هناخد كل الحالات، هناخد بعض الحالات. وهنا في الصوت الطويل بنطق الحرف المتحرك باسمه، يعني حرف ال A هنطقه في الكلمة باسمه A. طب امتى حرف ال A يبقى صوته طويل؟ في الكلمات اللي فيها A ساكن E، يعني حرف ال A وراه حرف ساكن وفي الآخر حرف ال E. في الحالة دي حرف ال E مش بيتنطق وبنقول عليه سحرية شقية بتطول الصوت. والكلام ده هنقول عليه أمثلة برضو قدام. والكلمات اللي بتحتوي على AY برضو صوت ال A بيكون فيها طويل وبيتنطق باسمه. والكلمات التي تحتوي على AI برضو صوت ال A بيبقى طويل باسمه. نيجي الحرف ال E لما يبقى طويل هنطقه باسمه E. وبلاقيه فين؟ بلاقيه في الكلمات التي تحتوي على EE أو EA. حرف ال O لما بيبقى طويل برضو بنطقه باسمه O. وبلاقيه في الكلمات التي تحتوي على O ساكن E، الإي السحرية الشقية اللي بتطول صوته وبتخلينا ننطقه باسمه. والكلمات اللي بتحتوي على OA والكلمات اللي بتحتوي على OW. كل الأمثلة الثلاث أمثلة دي هي اللي بلاقي فيهم صوت الأو الطويل. حرف اليو بلاقيه في الكلمات بيبقى طويل وبيتنطق يو طويل بنفس اسمه في الكلمات اللي بتحتوي على يو ساكن إي. نقول تاني، الفاولز يا إما بيدونا صوت شورت قصير يا إما صوت لونج طويل. الشورت القصير في الأي بيبقى وفي الإي صوتها القصير وفي الأو صوتها القصير وفي اليو صوتها القصير وفي الآي صوتها القصير يعني كسرة الآي أكبر من كسرة الإي، لأن الإي ما بين الفتحة وما بين الكسرة. نيجي للأصوات الطويلة اللونج. اتفقنا إن الحروف المتحركة لما بيبقى صوتها طويل، لما صوتها بيبقى طويل بنطقها باسمها.
بنطقها باسمها. يعني ال A لما بيبقى طويل بيبقى A، وفي حالات بيكون فيها ال A طويل. لما الاقي عندي A ساكن E، A Y A I، ال E بنطقها E باسمها في الحالات اللي هي بيبقى الكلمة فيها E E أو E A. ال O بتبقى طويلة برضو في الكلمات اللي بيكون فيها O ساكن E، O A O W، وال O بننطقها O زي ما هي. ال U بتكون طويلة في الكلمات اللي بتحتوي على U ساكن E وبننطقها U. ناخد بقى الاي، نتكلم عن الاي. بيبقى طويل في الكلمات اللي فيها اي جي اتش، والجي اتش مش هيتنطقوا في الحالة دي، الجي اتش مش هيتنطقوا. وفي الكلمات اللي بتحتوي على اي ساكن ايه، لو خدنا بالنا هنلاقي ان كل الحروف المتحركة بيبقى صوتها طويل لما الحرف المتحرك بيكون موجود هنا ووراه حرف ساكن وفي الاخر ايه سحرية شقية بتطول الصوت. تعالوا ناخد لمحة examples على اللونج فاولز، الحروف المتحركة الطويلة. اول حاجة اللونج A هنطقه باسمه لونج A في الكلمات التي تحتوي على A ساكن E اهي، A بعدين K بعدين E، فالإي السحرية الشقية بتطول صوت الA، فنقول على الكلمة دي ايه؟ نقول عليها make، فصوت الA هنا طويل. وفي الكلمات اللي فيها AY زي لما اقول ايه say، خدت بالك ان انا قلت اسمه A say. والكلمات اللي فيها AI rain. نيجي بقى لللونج اي، صوت الاي الطويل بننطقه باسمه اي زي كلمة ميت لان هي بتحتوي على اي الحاجات اللي انا مظللاها دي. او الاي اي، الكلمة اللي فيها اي برضو ده صوت الاي الطويل، فنقول ميت read، حاجة كده شبه المد بالياء. نيجي بقى لللونج او، اللونج او هتتنطق او زي اسمها، طالما طويلة هتتنطق زي اسمها، زي لما اقول روب بوت. الكلمة دي فيها او اي، اما دي فيها او بي اللي هو الحرف الساكن اي. زي لما اقول window، معظمنا بنقولها window، لا اسمها window، اسمع الاو في الاخر window. نيجي بقى لللونج يو، الكلمة بيكون فيها يو ساكن اي، زي لما اقول مكعب يعني يوب، قلتها يو صح، نطقتها يو، كيوب فقلتها يو. اللونج اي زي لما الكلمة يبقى فيها اي ساكن اي زي كلمة بايك، خدنا بالنا ان هي اتنطقت اي باسمها ايك. زي لما الكلمة يبقى فيها برضو اي جي اتش برضو هنطقها لونج اي، زي لما اقول لايت. خدتوا بالكم من اي دي، نطقنا الاي باسمها، ننطقهم تاني. عندي اللونج فاولز يعني الحروف المتحركة لما يبقى صوتها طويل بتتنطق بايه؟ بتتنطق باسمها. وكل حرف ليه حالات بتتواجد فيه الصوت الطويل، يعني كل حرف ليه حالات كده، اول ما اشوف الحالات دي اعرف ان ده صوتها طويل. زي اللونج اي زي ايه؟ زي make say rain. اللونج اي meet read. اللونج او robe boat window. اللونج يو زي كلمة كيوب، اللونج اي زي كلمة بايك ولايت. لمحة بقى سريعة كده على اللي قلناه، خطوات التأسيس. أول حاجة أسماء الحروف بشكل صحيح، ولا بد التعرف على الحروف بشكل عشوائي. وقلنا في المرحلة دي ما بفضلش إن احنا نحفظ الحرف بكلمة، يبقى أول حاجة أسماء، تاني حاجة أصوات، أسماء أصوات. يبقى أول حاجة الأسماء، ولازم الشكل العشوائي يتعرف على الحروف ملخبطين تجنبا إن هو يبقى عارفهم بالترتيب وبيكررهم ورا بعض.
تاني حاجة اديله الأصوات، وهنا ممكن ادي الحرف بتاعي بكلمة عشان دخلت أصلا في الأصوات. تالت حاجة أعرفه الحروف الساكنة والمتحركة. رابع حاجة أبدأ في سلسلة التأسيس، وإن أنا أعرفه إن الحروف المتحركة بتاعتي بتمشي في مسارين. مسار بيديني هم 5 مسار، بيديني أصوات إن هم يكونوا أصواتهم يا إما شورت يا إما لونج. يبقى الأصوات المتحركة يا إما أصواتهم معايا هتبقى شورت يا إما لونج. الأصوات المتحركة لما بتبقى شورت زي مثلا حرف الA بننطقه الأو الإي الآي اليو اما اللونج بننطق الحروف باسمائهم. يعني الاي هيتنطق في الكلمه زي ما هو اي، والاو والاي والاي واليو زي ما هما. واتكلمنا عن امثله على الشورت الاصوات القصيره في الحروف المتحركه كلها، وامثله للصوت الطويل للحروف المتحركه برضو كلها. هنتكلم عن المواضيع دي ان شاء الله بالتفصيل في كل حالة في فيديو كل حالة ليها فيديو منفصل. يعني مثلا المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الشورت اي، صوت الاي القصير اللي هو الا، وهكذا. وبعد كده هنتكلم عن صوت الاي القصير اللي هو الاه والاي، وهكذا لغاية ما نخلص الاصوات الشورت. بعدين ندخل في الحالات اللونج. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا صورة سريعة اللي هنتكلم فيه، وان شاء الله نتكلم عن الشورت اي المرة الجاية.